السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة نيوز نتورك دي زاد. قبل أن نبدأ الفيديو لا تنسى أن تشترك في القناة وتضغط على زر اللايك وتفعل الجرس حتى يصلكم كل جديد. أصدرت سلطة الضبط السمعي البصري في الجزائر قرار باستدعاء مسؤول قناة النهار على خلفية نشر خبر يتضمن معلومات حساسة حول سفير الإمارات، وكذبتها قطعيا وزارة الخارجية. وذكر بيان أن سلطة الضبط السمعي البصري وبعد اطلاعها على خبر الذي نشرته قناة النهار تيفي الذي يحتوي على معلومات حساسة، دفع بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج إلى تكذيبه تكذيبا قطعيا. قامت باستدعاء مسؤولي قناة لتقديم توضيحات حول هذا الموضوع بحسب ما ذكرته إذاعة الجزائر الدولية. ومن جانبها نفت وزارة الخارجية الجزائرية ما تم نشره وتداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام بشكل قطعي. وأفاد الناطق الرسمي باسم الخارجية بأن تلك الأخبار مغلوطة وكاذبة ومزيفة ولا أساس لها من الصحة، مشددا على أن بيانات الوزارة هي المصدر الوحيد للمعلومات الصحيحة. كما أكد على متانة وصلابة العلاقة الثنائية الجزائرية الإماراتية المتميزة والقائمة بين البلدين والشعبين، وشدد بالحرص المشترك على الارتقاء بهذه العلاقة إلى أعلى المراتب تنفيذا للإرادة المشتركة التي تحدو قائدي البلدين الرئيس عبد المجيد تبون والرئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. وكانت قناة النهار الجزائرية قد ذكرت في وقت سابق في مقال نشرته على موقعها الرسمي قبل أن تحذفه بأن الجزائر أمهلت السفير الإماراتي يوسف سيف خميس سباغ آل علي 48 ساعة لمغادرة البلاد.